يالتشين كوتشوك معلم أوجلان والعقل المدبر للبكاكا. الجزء الرابع. كما تحدثنا في الأجزاء السابقة عن بداية سبعينيات القرن المنصرم وعن كيفية قيام تركيا باندساس العشرات من رجالاتها المخابراتية في الأحزاب اليسارية التركية والبككة خصوصا لتنفيذ مؤامرات وخطط الدولة وتحقيق أهدافها، في الوقت الذي كانت البككة متعلقة بأسس الكرداية والنضال والتحرر من أجل تأسيس كردستان الكبرى ولكن بتوجه يساري. وقد تحدثنا في هذا المجال عن كيفية تكليف تركيا ليالتشين بالتقرب من أوجلان وحزب العمال الكردستاني، كذلك عن كيفية قيام معلم أوجلان ومناظر البككة يالتشين بالذهاب لسهل البقاع وتثقيف وتربية كوادر ومقاتلي البككة في أكاديمية معصوم كوركماس. كما تحدثنا عن كيفية قيام كوتشوك بالسفر لأوروبا لكي يستطيع إخضاع وسائل إعلام البككة لتحكمه وسيطرته والتأثير عليها، وكذلك عن كيفية قيامه بالنشر في جريدة البككة يانيولكا أي الوطن الجديد، وفي الوقت نفسه عن كيفية اعتراضه للكرد الوطنيين المخلصين من الظهور في فضائية البككة مات تيفي، إذ كان يالتشين كوتشوك آنذاك يقدم فقرة وبرامج خاصة على تلك القناة، وأن أوجلان بنفسه كان يشارك في البرامج. فهل كانت ليالتشين هذه الارتباطات والعلاقات فقط بأوجلان والبككة؟ بلا شك أن الإجابة هي كلا. ففي عام 96 وعندما أراد تركيا اغتيال أوجلان في الشام اعترض يالتشين كوتشوك هذه المؤامرة. وفي عام 94 ولغاية 96 سلكت هانس تشيلر ومجموعتها عدة طرق للقضاء على أوجلان واغتياله. وفي 6 من أيار عام 96 قام تركيا بتفجير سيارة مفخخة أمام مدرسة البككة من غير أن يتضرر أوجلان، فقد كان كوتشوك قد حذر أوجلان بشأن الحادث، أي أن أوجلان كان على علم مسبق بالتفجير. وفي عام 2009 وعند محاكمة كوتشوك يقول: أنا من حذر أوجلان بأنهم سيغتالونك، وأن من سرب المعلومات ليالتشين كان مسعود يلماز، غير أنه وخلال ملف محاكمة أرجنكون يقال بأن من أعطى المعلومات لأوجلان كان رئيس الأركان آنذاك جويد بيل، غير أن أوجلان وكوتشوك اتفقا على تبادل المعلومات. وهذا ما يعتبر إثباتا قويا أن يالتشين كوتشوك كان جسرا للتواصل بين أوجلان والدولة التركية. وتقول بعض الأطراف أن كوتشوك كان يقدم المعلومات للدولة عن طريق سلفه عديلي. عام 1961 تزوج كوتشوك بابنة قائد عسكري وسلفه شخص دبلوماسي باسم جانج ديوانتبا. عندما كان كوتشوك في الشام كان سلفه جانج قنصلا في تشيك، فكان كوتشوك يرسل له المعلومات وهو كان بدوره ينقلها لتركيا. وقد كان كوتشوك مع البككة من عام 93 ولغاية 98 يرتب لقاءات مع أوجلان، كما كان يشارك فضائية البككة ومهرجاناتها في ألمانيا، ويقول وبشكل علني: أوجلان رئيسي وقائدي، ويبعث تحياته لمقاتليها. وفي عام 98 رجع لتركيا وحكم عليه بالسجن ل2 فقط، وهذا ما يثبت أن يالتشين كان في مهمة رسمية للدولة في صفوف البككة. فلو لم يكن عميلا للدولة فكيف حكم عليه ل2 فقط؟ فمن غير كوتشوك التحق بالبككة واندمج في صفوفها وصرح بأن أوجلان رئيسه وزعيمه وبعث تحياته لمقاتليها، وحكم عليه ل2 فقط. ولكي يعادي الحزب الديمقراطي الكردستاني والبارزاني كان كوتشوك يوضح لأوجلان معالم الطريق، والشيء الذي كان يالتشين قد قاله ضد البارتي والبارزاني ويقوله ما زال أوجلان يقوله ويردده لحد الآن. فكان أوجلان يقول بأن عائلة البارزاني يهودية في الأصل، والحق أن هذا ما كان يقوله ويردده يالتشين كوتشوك. كان كوتشوك مرتبطا بمؤسسة أرجنكون وعميلا
لها، وهي الجهة القومية المتطرفة التركية. بعدها وفي عام 99 عاد اليهود وكتب بهذا الصدد: هناك الكثير من اليهود مختبئون بيننا. وأحد كتاب هذه الكتب يالتشين كوچوك وتلميذه سونار يالتشين، فهم يقولون بأن عائلة البدرخانيين والجزيري وعائلة البارزاني وموسى عنتر وأمثالهم يهوديون في الأصل. وبعد الألفية الثانية قام المتطرفون القوميون من الترك والكرد في تركيا بمعاداة اليهود، وكذلك فعل أوجلان وقال عائلة البارزاني يهودية. وفي عام 2013 وخلال برامج تلفزيوني قال كوچوك: لا أستطيع التأكد من القول بأن عائلة البارزاني يهودية في الأصل، غير أنهم خدموا اليهود والإسرائيليين. وبهذا المنوال غير أقواله، وقد دعا كوچوك اليسار التركي ومثقفي تركيا لمعاداة عائلة البارزاني، واستخدمهم ضد العائلة البارزانية، كما قال في كثير من لقاءاته التلفزيونية بأن البارزانيين انفصاليين. وحول جنوب كردستان قال كوچوك بأن شمال العراق سيصبح إسرائيل الثانية في المنطقة. كما نشر في وسائل إعلام الباككة أن الدولة الكردية ستكون ألعوبة بيد إسرائيل. وفي عام 92 قال كوچوك هذه الكلمة أمام المحكمة: حسب قناعتي أوجلان ليس إرهابيا، غير أن الإرهابي الكبير والخطير هو البارزاني، ويفترض على الدولة محاربة البارزاني بكل ما أوتيت من قوة وانهياره وتدميره بدل إنشاء العلاقات وتطويرها معه. كما ينبغي توجيه كرد تركيا واستخدامهم لمحاربة البارزاني وضده. فلو بقيت التركي الوحيد فسأحمل سلاحي وأحارب ضد الدولة المصطنعة للبارزاني. وقد أخبرت رئيس الأركان باستخدام كرد تركيا أي الباككة لمحاربة البارزاني وضده، وبهذه الطريقة سندمر دولة البارزاني. وإذا نظرنا اليوم إلى ما بين عامي 92 و 98، وفي الوقت الذي كان البارتي والباككة يتقاتلان من الناحية السياسية والعسكرية، سنجد أن تركيا استفادت من هذا الوضع، فتدخلت تركيا بقواتها العسكرية في جنوب كردستان، واستخدمت الباككة الذين كانوا تحت تحكمها وسيطرتها في جنوب كردستان. أي بعبارة أخرى نستطيع القول بأن تركيا بعثت الباككة لجنوب كردستان، وتحت ذريعة طرد الباككة وإخراجهم من الجنوب وحماية حدودها عبرت الحدود وتدخلت في جنوب كردستان. وما قاله يالتشين بأننا سنحتل شمال العراق بمساعدة الباككة، فبرامجهم هذا في حيز التطبيق والتنفيذ الآن. فالباككة ومنذ عام 92 لم يفسح المجال للبشمركة والبارتي بالوصول لخواكورك وجبال شكيف، غير أنها وخلال يومين فقط انسحبت منها لتركيا. نعم، تغيرت أنظمة الحروب وتكتيكاتها، وللمقاتلات الحربية دور مؤثر فيها، غير أن الباككة ومنذ سنوات ترسخ مقارها ومراكزها في هذه الجبال المنيعة. فهل يعقل أن ينسحبوا بهذه البساطة من مواقعهم المنيعة للجيش التركي؟ وفي تسعينيات القرن المنصرم قال كوچوك: إذا لم تسيطر تركيا على مدينة الموصل فإنها ستفقد مدينة آمت يوما ما، وللسيطرة على مدينة الموصل فإننا نحتاج إلى الكرد، ونستطيع تنفيذ هذه المهمة بواسطة كرد تركيا الباككة. وأوجلان دائما ما يتحدث عن خارطة طريق القومية التركية. تلك الخارطة التي يتحدث عنها أوجلان هي التي تضم مدينة الموصل إلى الدولة التركية. قال كوچوك خلال المحاكمة: لم أدع كرد تركيا يلتحقون بمسيرة البارزاني، فلو التحقوا به لكانوا يطالبون بأرضنا آنذاك، غير أنه وفي وقت قريب سيشجع هؤلاء الكرد تركيا الديمقراطية ويؤيدونها. أوليس هذا حلم تركيا منذ الأزل، أن يضحي كردي من أجل تركيا الديمقراطية؟ ويتابع كوچوك حديثه أمام قاضي المحكمة: لا تستهزئ باسمي، صحيح كوچوك يعني الصغير، لكنني فعلت الكثير لتركيا. وطالب القاضي بمناداته بيالتشين الكبير. وفي كلمة أخرى يقول كوچوك: انتهت مهمتي، لأن المفكرين والكتاب والصحفيين والسياسيين الذين ربيتهم وثقفتهم لم يصبحوا أعداء للبلاد
بارزان فقط، وإنما هم أعداء للبارزان والدولة الكردستانية، وكذلك أصبحوا أعداء للفكر القومي من بين الكرد. ولهذا السبب فلتجلس تركيا وإيران والعراق وسوريا، فلو تم التفكير في إقامة الدولة الكردية فإن تلامذتي الذين تربوا وتثقفوا وأنشئوا على يدي سيقفون ضد إقامتها ولن تتأسس أبدا. لت ند فكري ماذا هي، ند فلسفي ماذا هي، وند أخلاقي ماذا هي، أم وكيكو أو ديفيجن كيانكي كردي دولتكي كردي ويشان دي ناس بكن جو آزادية كردستاني نتنه يكي كرد خودي شاشق بسروكيته. شون أنا كسمان رسوا وسوكو بقيمت كرد للرجاء كردستان ده بهمان شيء والروج بالروج بارتي بتشوكا كينو رسوايا كينو لساحة ميدانا كده نايلين بيكانوانا بيكارجي قرصة كردستان حركة كردكان رسلاتي كردستان بانگ لهم وانتو اگر آن هي كرداتي كن بنا مالي بارزان چان قد بپیچوانی هوك او كاتر راس. وباختصار كان يالتين كوتشوك العقل المدبر للباككة وأوجلان، واستطاع تحريف الباككة وإبعادها من الخط الكردستاني ونجح في مهمته هذه.